السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومشاهدين قناة أبو زهرة الزراعية. والآن من أحد المزارع اللي بنشرف عليها بجمعية أحمد عرابي. برضو من المشاكل يا جماعة اللي بتواجه مستثمري المانجا في مصر، الشمراخ اللي زي ده شمراخ بيبقى تزهير متكتل أو بنسميه تكتل زهري. ايه تعرفوا ازاي او ايه الفرق بينه وبين الشمراخ العادي؟ لو حطيناهم جنب بعض كده بيبان مع حضرتك ان في واحد التزهير بتاعه تخين والتاني بيبقى الاكتاف بتاعته ارفع، يعني واحد اكتافه تخينه والتاني الشمراخ ده مجرد ما بنشوفه يا جماعه يفضل ان هو يتم ازالته فورا، وان هو يترمي خارج المزرعه، وبيتم ازالته على بعد او 20-30 سنتي من تحت. تمام، لان الشمراخ ده لو اتساب اولا بيجهد الشجره في الغذاء زي ما حضرتك شايفين اهوت، بيجهد الشجره في الغذاء وبيأثر على التزهير الرئيسي او الاساسي اللي موجود في الشجره، وبعد كده بيزيد مع من موسم لاخر، بيتزايد على الشجر، وبالتالي يبدأ يزيد من شجره لاخرى. اهو احنا واقفين في الصنف دلوقتي شجره اويس اهوت. طيب الشمراخ ده برضو واحد تاني اهو، مجرد ما اشوفه لازم يتشال، المفروض بيتشال في اعمار اكبر من قبل كده كمان. وبعدين هو منتشر في صنف الاويس والصديقه، يعني اكتر الاشجار او الاصناف اللي هي معرضه للاصابه بهذا الشمراخ العويس او الصديقه، لازم نشيل كده. تمام. طيب مكان القطع ده بقى، المكان بتاع القطع ده المفروض ان هو يا اما ارش رشه فطري مباشره بعد الازاله، يا اما ان انا يكون معايا ماده مطهره وبفرشه واعقمها بسرعه. كان مع حضراتكم مهندس حسام ابو زهره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.